السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالى مع بعض وصفة جديدة جميلة جدا. هنعمل طاجن العكاوي بالبطاطس، مكعبات البطاطس بطريقة تحفة وطعم جميل جدا. اول حاجة معانا العكاوي غسلناها كويس جدا. معانا هنا مية بتغلي، هنسلق العكاوي. اول ما المية تغلي كويس جدا هننزل بالعكاوي بتاعتنا. هنضيف حبهان مستكة، ورق لورا، بصلاية، فلفل اسود صحيح، وملح وفلفل اسود. وهنسيب العكاوي بتاعتنا تتسلق كويس جدا. هنجيب معانا هنا الحلة بتاعتنا او طاسة كبيرة زي ما تحبي. هنضيف معلقة سمنة كبيرة، هننزل عليها بالعكاوي بعد ما اتسلقت. هنضيف ملح، فلفل اسود، بصل متقطع مكعبات صغيرة، فلفل رومي متقطع برضو مكعبات صغيرة، وقرن فلفل حار. معانا هنا طماطميتين مبشورين. وهنقلب كل المكونات دي مع العكاوي، هنديها تشويحة لحد ما الخضار بتاعنا يدبل والريحة تطلع. هنضيف مكعب مرقة وهنقلب كويس جدا. زي ما احنا شايفين بدأت تاخد لون معانا والريحة بدأت تطلع. هنضيف 7 بهارات، رش الكركم، رش الكاري. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. وهنضيف كوبايتين كبار ميه مغليه، وهنسيب العكاوي تاخد مع الصوص بتاعها طعم. تعالوا نجهز معانا 3 بصلات كبار متقطعين جوانح زي ما احنا شايفين. هنضيف ملح وفلفل اسود و7 بهارات وكركم وكاري، وهنتبل بيها البطاطس كويس جدا. بعد كده هنضيف البطاطس المكعبات وهنخلطهم كلهم كويس ببعض. تعالوا معانا نشوف العكاوي بتاعتنا كملي السوا مع الصوص اللي احنا عملناه لها كده. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. هنظبط الملح والفلفل كويس جدا عشان الطعم معانا يبقى الطاجن مظبوط. ننزل بالبصل والبطاطس وهنقلبهم كويس جدا. بعد كده هنسيبهم يغلوا غلوتين على النار. بعد كده هننزل المكونات بتاعتنا كلها في الطاجن الفخار بقى، وهندخلها الفرن. في الطاجن الفخار بيبقى ليها طعم تاني. دخل الفرن معانا واستوى بقى جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله، طاجن شكله تحفه. احلى طاجن عكاوي ممكن تعمليه. جربوا طريقتي وقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد.